قبل ما نخش في التوقعات حابب اقول لك ان في مسابقه انا عاملها وشروطها سهله جدا، وهقول لك على الجائزه بتاعت المسابقه دي في اخر الفيديو. اول شرط انك لازم تكتب ال 16 فريق اللي هيصعدوا في الكومنت على اليوتيوب بس، اي كومنت تاني على اي بلاتفورم تانية مش هيتحسب، على اليوتيوب بس. تاني شرط ان الكومنتات اللي هتتحسب اللي اتكتبت قبل بدايه البطوله بس، يعني انت معاك من اول دلوقتي لحد يوم الاحد الساعه 9 مع بدايه ماتش المغرب وجزر القمر، المباراه الافتتاحيه للبطوله. تالت شرط ان اي ايديت هيتعمل على اي كومنت حتى لو الايديت ده كان قبل بدايه البطوله فده برده مش هيتحسب. ودي توقعات انا لل 16 فريق اللي هيصعدوا من دوري المجموعات، وهسيبها لكم تحت في الكومنتات برده، يمكن انا اللي اكسب الجايزه. واول مجموعه معانا هي مجموعه البلد المستضيف مجموعه المغرب. انا توقعي ان اللي هيصعد من المجموعه دي فرقتين بس، المغرب ومالي. جزر القمر وزامبيا انا مش شايف ان هما منتخبين ممكن حد منهم يصعد احسن توالد، الاتنين اوحش من بعض تقريبا. جزر القمر تصنيفها ال 500,000 على العالم، وزامبيا نفس الكلام، فتوقع ان ولا واحده منهم هتقدر تصعد تاني. اما المجموعه التانيه بقى هي مجموعه منتخبنا، اللي انا ان شاء الله عندي امل ان احنا نصعد منها متصدرين. كده كده هي مجموعه مش سهله بس احنا قدها ان شاء الله. مبدئيا انا متوقع ان في 3 فرق هيصعدوا من المجموعه دي كده كده ان شاء الله. مصر اول، وجنوب افريقيا التاني. جنوب افريقيا دايما المنتخب اللي على طول بتلاقيه محطوط في الحته الوسط، ولا اجمد حاجه ولا اوحش حاجه، فمتوقع ان هو هيصعد تاني. وانجولا متوقع ان هو يصعد من احسن توالت. انجولا مش منتخب قوي زي زمان في الاسماء المرعبه، بس هيفضل انجولا، فانجولا هيصعد من احسن توالت. اما زيمبابوي هو المركز الرابع وهيودع البطوله بدري بدري. اما بقى المجموعه الثالثه فدي برضو انا متوقع ان هي هيصعد منها 3 فرق من الاربعه. المجموعه فيها نيجيريا وفيها تونس وفيها زيمبابوي وفيها اوغندا. كده كده نيجيريا هتصعد متصدر، ووراها تونس المركز الثاني. واتوقع اوغندا هتبقى فرقه من ضمن 4 فرق هتصعد كاحسن توالت. اما تنزانيا فهتودع البطوله بدري بدري برضه. اما بقى المجموعه الرابعه اللي فيها السنغال والكونغو الديمقراطيه وبوتسوانا وبنين، دي اتوقع ان هيصعد منها فرقتين بس، هما السنغال والكونغو الديمقراطيه. بوتسوانا وبنين منتخبين اقل من ان هم يصعدوا حتى فرقه منهم كاحسن توالت. اما بقى المجموعه الخامسه فيها الجزائر وفيها الكونغو الديمقراطيه وفيها غينيا الاستوائيه وفيها منتخب السودان، ودي اتوقع ان هي يصعد منها 3 فرق. الجزائر في المركز الاول، والبوركينا فاسو المركز الثاني، واللي انا عندي اعتقاد ان دول هيبقوا الحصان الاسود للبطوله. اما المنتخب الثالث هيبقى غينيا الاستوائيه، والسودان للاسف هتودع كرابع المجموعه. اما بقى المجموعه السادسه والاخيره فهي فيها كوت ديفوار او ساحل العاج، سواء كتبت دي او دي وانت بتتوقع في الكومنتات هحسبها لك صح، والكاميرون والجابون وموزمبيق. انا عندي اعتقاد شخصي ان كوت ديفوار والكاميرون في فرقه من الاثنين دولت هيبقوا طرف في النهائي، فكده كده دول صاعدين اول وتاني، سواء دي الاول او دي التاني او دي الاول او دي التاني. اما اللي هيصعد كاحسن توالت من المجموعه دي فهي الجابون بقياده اوباميانج، اللي اعاد اكتشاف نفسه تاني في مارسيليا وعامل فورمه جباره. اما منتخب موزمبيق فهو هيودع البطوله كرابع المجموعه زيه زي بقيه اخواته. اما بقى الجايزه اللي كنا بنقول عليها في اول الفيديو فهي 5000 جنيه هيكسبها صاحب التوقع الصحيح، اللي هيقدر يتوقع ال 16 فريق اللي هيصعدوا من دور المجموعات، وهيستلم الجايزه بتاعته على طول اول ما ال 16 فريق دول ما يتحددوا. وكده كده انا مسهل عليك الشروط، ما قلتلكش اعمل شير ولا سبسكرايب ولا الكلام ده كله، بس انت كده كده محتاج تعمله عشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما اعلن عن مين الكسبان.